الاهلي بيجي دايما في المقدمه، ودايما الاهلي رقم واحد باذن الله. كلنا مع بعض هنبني الاهلي سوا، وهنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مقصود دايما منه اللي يكون في المقدمه، لان ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها ابدا. طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويفضل النادي الأهلي بإذن الله في المكانة اللي تليق بيه، بتاريخه، بقيمته، بجماهيره، بأعضائه. النادي الأهلي فعلا قيمة تاريخية، قيمة رياضية، قيمة وطنية، لأنه فعلا بيقوم بالمساندة والمساعدة في لكل الكيانات الناجحة في مصر، سواء كانت كيانات رياضية أو غير رياضية. فرع التجمع هو الفرع الرابع في القاهرة الكبرى، فرع التجمع بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. النادي الأهلي على مدار تاريخه يعني جيل بيسلم جيل، ومش ده الفرع الأخير بإذن الله. إن شاء الله يكون هناك فروع أخرى سواء داخل القاهرة الكبرى أو خلال محافظات بلدنا الحبيبة مصر. دلوقتي أنا يمكن باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي بنعلن موعد الافتتاح الرسمي لفرع التجمع الخميس 1/6/2023 بإذن الله وعلى بركة الله. النادي الأهلي بمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين لهذا النادي هيفضل بإذن الله أعظم نادي في الكون. النادي الأهلي تاريخ، مبادئ، تطوير. طبعا يا سادة، عندما يتحدث